إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده يا جماعه انا جايه طبعا اوريكم ان شاء رب العالمين السطح عندي اهو. انا هطلع هعمل الوقت الجو كويس الحمد لله، ما فيش فيه شتاء النهارده يا جماعه اهو الحمد لله. ربنا يكرمنا كده يا رب بقى والجو يتحسن، وهبدا احط باذن الرحمن هفطر الطيور عندي. بس انا قلت الاول هكنس السطح ان شاء رب العالمين قدامكم اهو. هات يا محمود كده. انا طبعا بكنسه بالمقشه البلح دي يا جماعه، هكنسه اهوتي. محمود بس يمسك لي الكاميرا ان شاء رب العالمين على ما اكنسه، وهوريكم ان شاء الله هطلع لكم الطيور ازاي باذن الرحمن واكلهم ايه قدامكم ان شاء رب العالمين. اهو كده يا جماعه انا بكنس اهو بالمقشه البلح علشان باذن الرحمن هرش هنا جير ان شاء الله، وبعدين ابدا اطلع الطيور بتاعتي واكلهم ان شاء رب العالمين اهو. بس اما اخلص كده والم الحاجات ديت ان شاء رب العالمين، الفضلات بتاعت الطيور دي في شقاره عشان اديها للراجل اللي بيجي ياخدها للاراضي عندي. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا كده خلاص كنست السطح ورشيت عليه الجير المطفي اللي هو الابيض ده زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله اهوت، وبقى السطح بقى زي الفل اهو. هبدا باذن الرحمن اطلع بقى الطيور بتاعتي، بس قبل ما اطلعها انا هعمل لهم الخلطه بتاعتي بتاعه الاكل قدامي الاول باذن الرحمن. كده هعمل الخلطه اهو قدامكم باذن الرحمن قبل ما اطلعها عشان يطلعوا ياكلوا على طول قدامكم كده يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين انا كده خلاص بعد ما كنست السطح طبعا قلت لكم هجيب الاكل وبجيبه اهو. طبعا ده ذره يا جماعه اللي هو الدش، ده ذره اهو. وبعدين باذن الرحمن يا رب عيش برضه اهو عندي رغيفين عشا وحطهم في ميه، والرده اهي الرده اهي زي ما انتم شايفين اللي هي الرده دي النخاله يا جماعه بتاعت الدقيق، والرجيع ده كمان اللي هو السرس بتاع الرز. انا بحط من كل الحاجات ديتي حبه بحبه بحبه كده شويات كده على العيش ده، واحطه قدامكم باذن الرحمن للطيور اهو. هتشوفوهم وهم خارجين هياكلوا منها ازاي باذن الله يا رب. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين انا بخرج طبعا الطيور من الاوضه اللي انا عاملاها اللي هي كانت على السلم دي، بخرجهم اهو وهم رايحين ياكلوا باذن الرحمن اهو. وهجيب طبعا بقيتهم كمان باذن الله اهو. اهم يا حبايب قلبي. وطبعا انا حطيت لهم الاكل مفرضاه عشان ما يبقوش مسحومين على حاجه واحده او وعيه واحده او حله واحده. انا فرقتهم طبعا على 3 حاجات اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله بياكلوا ازاي. ربنا يحفظهم يا رب كده، لان احنا فعلا عينينا جامد يا جماعه في الفتره اللي فاتت ديت بسبب طبعا الهوجه واللي حصل بقى الحمد لله رب العالمين، والهيا والحاجه ديت الحمد لله يا رب. فربنا يكرمنا كده باذن الرحمن وما يخسرنا يا رب. يعني بقيت فعلا بحافظ عليهم والله بعينيا. انا مشغله اللمبه عندهم ليل ونهار. كنت طبعا بحطهم في الاوضه على طول وحبساهم علشان قالوا ان الطيور اللي في طيور مهاجره باين او حاجه زي كده هي اللي بتجيب الحاجات التلوث في الجو اساسا، واللي هي اللي بتعمل طبعا حكايه الانفلونزا الطيور وكده. فطبعا انا كنت بحبسهم على طول وحاطه لهم الاكل دايما باستمرار عشان ما يخرجوش لغايه الحمد لله. دايما بقى اما اجي اخرجهم كده اما الاقي الجو حلو زي النهارده كده بطلعهم طبعا احط لهم اكنس السطح تمام. بكون حاطه طبعا فرشه الارضيه خالص جير زي ما انتم شايفين اهوت عشان ده مطهر. بكون متممه كل حاجه فعلا. حتى لما اجي يا جماعه الحلل بتاعتهم والحاجه دي لازم تكون مغسوله كمان كويس قوي. ومش بحطها كده بالليل مثلا او المغرب، لا بكون مكفياها او قلبها يعني علشان خاطر ما يجيش فيها اي حاجه خالص، واطلعهم ياكلوا وانا برضو ببقى واقفه جنبهم، والاخر بدخلهم تاني. فربنا يكرمنا كده باذن الرحمن والجو يتحسن ان شاء رب العالمين. بقى بدانا خلاص اهوتي يعني ربنا يكرمنا يا رب. بقينا في شهر 3 يا جماعه اهو، وان شاء رب العالمين الجو باذن الرحمن هيبقى تمام. فخلاص انا خرجتهم وبرده قاعده جنبهم اهو زي ما انتم شايفين انا باكلهم وقاعده جنبهم اهو. ربنا يكرمنا فيهم يا رب ما يخسرنا ابدا، وان شاء رب العالمين. انا برده هحط لهم ميه قدامكم وهتشوفوهم. بس انا قلت احط الاكل الاول لان خفت ادي لهم ميه يا جماعه الاول، ودايما انا ما بديلهمش ميه كده زي ما بيقولوا على غريق لانهم بيدوخوا. بدي لهم الاول الاكل وبعد كده ادي لهم الميه على طول. ودي الخلطه طبعا اللي انا وريتها لكم. فهسقيهم باذن الرحمن بقى خلاص اهوت وهنزل ان شاء رب العالمين.
كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. انا حطيت لهم كمان الميه خلاص اهو، الاكل قدامهم ما شاء الله اهو، وموزعه الاكل زي ما انتم برده شايفين ما شاء الله، المكان واسع لهم، والاكل طبعا مفرقاه عنهم عشان ما يبقوش مسحومين على حاجه واحده زي ما قلت لكم، والميه قدامهم ما شاء الله ربنا يكرمهم اهو، والشمس طبعا عندهم زي الفل اهي. باذن الرحمن يا رب كده، باذن الله ربنا يكرمنا كده فيهم يا رب وما يخسرنا ابدا يا رب كده باذن الرحمن. ان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.